مش كل واحد عنده نفس الظروف مع أهله، وأنا مقدر ده. أنا بتكلم عن تجربتي أنا، والتجربة دي خلتني أراجع نفسي أكتر كويس. عرفتني إن أنا كنت غلطان مع أهلي، كنت مقصر مع أهلي، كنت كنتش واخد بالي من نفسي مع أهلي، كنتش واخد من تعاملاتي مع أهلي، كنتش حاسس بأهلي، كنت مش حاسس إن هما إزاي أكتر ناس بيخافوا عليا، وإن هما أكتر ناس نفسهم إن أكون مبسوط، وإن هما مش عايزين أكون زعلان ولا حد يأذيني ولا يشوفوني خايف. عايزين أكون مرتاح في الدنيا دي. كنت مش واخد بالي من الحاجات دي إلا بعد ما تجربة التربية العسكرية اللي مريت بيها. في تجارب كتير مرينا بيها طبعا في حياتنا، بس التجربة التربية العسكرية طبعا مختلفة، هي اللي صراحة حسيت بيها، واللي عاشها أكيد بجد هيحس بكده طبعا. وخلتني أحاول كل يوم أبقى ابن أفضل من اليوم اللي قبله. يعني خلتني التجربة دي أحاول كل يوم أبقى ابن أفضل من اليوم اللي قبله. ولو في رسالة واحدة حابب أقولها في آخر الفيديو، هو إنك متستناش موقف كبير يخليك تعرف قيمة أهلك. طالما ربنا مديهم ليك في العلاقات دي حياتهم، حاول تديهم من وقتك، ومن احترامك، ومن حبك. جزء بسيط من اللي جزء بسيط من اللي هم اداهولك، اداهم جزء بسيط من اللي اداهولك طوال عمرهم. لأن في يوم من الأيام ممكن تتمنى تسمع صوتهم مرة تانية، بس ساعتها مش هتقدر، لأنهم ساعتها مش هيكونوا موجودين في حياتك تاني.